اقفل النور وخلي بالك وانت بتعد. انت دلوقتي على قناة الإشارة السوداء، والمكان ده مش كل اللي بيدخله بيطلع زي ما دخل. القصة اللي هتسمعها مش حكاية وخلاص، دي تجربة بقاء. ناس خرجت رحلة ورجعت عددهم أقل. قبل ما نكمل، لو حاسس إن قلبك بيدق أسرع شوية دوس اشتراك. مش دعم، ده احتياطي، لأن في قصص أول ما تتسمع بتعلم على اللي سمعها. شد نفسك وافتكر رقمك كويس، عشان في الحكاية دي العد دايما بيغلط. الطريق الصحراوي كان فاضي، ولا عربية ولا شبكة ولا حتى صوت رياح. كنا 5 أصحاب راجعين من رحلة. الساعة عدت 2 بعد نص الليل. العربية فجأة طفت ولا رضيت تدور تاني. نزلنا والصمت كان تقيل، كأن الصحراء بلعت الصوت. بعد 10 دقايق سمعنا خطوات. خطوات مش حيوان، خطوات تقيلة بتمشي ببطء وكأن صاحبها مش مستعجل. قلنا يمكن شخص بدوي من الصحراء، بس اللي خلى الدم ينشف في عروقنا ان الخطوات وقفت لما وقفنا. نور الموبايل جاب ظل طويل أطول من أي بني آدم. الظل بس من غير جسم. جرينا ناحية العربية. واحد مننا كريم وقع وصرخ ما تسيبونيش، بس الصوت اتقطع فجأة كأن حد كتمه بإيده. فضلنا جوه العربية نقفل الأبواب نتنفس بالعافية. الضرب على السقف ابتدى، مش قوي، منتظم كأنه بيعدنا. خبطة ورا خبطة ورا خبطة ورا خبطة، وفجأة سكت. قلنا خلصت، بس لقينا على الإزاز بخار وكلمة مكتوبة بصوابع: دوركم. الفجر قرب والعربية اشتغلت لوحدها. مشينا من غير ما نبص ورا. وصلنا أول كمين عشان نبلغ ونسأل عن كريم، بس الضابط بص علينا وقال: مين كريم؟ طلعنا البطايق بطاقته مش موجودة، ولا صورته على الموبايل ولا أي تسجيل ليه في الرحلة. كأن كريم ما كانش موجود أصلا. من يومها بقينا 4. بس المشكلة كل شوية نحس إن حد واقف بينا واحنا بنعد نفسنا. دايما العدد غلط. كنا فاكرين إن اللي حصل خلص عند الكمين، بس الحقيقة ده كان البداية بس. بعد أسبوع واحد بدأنا نلاحظ حاجات غريبة. أول حاجة، كل واحد فينا بقى بيصحى بالليل على صوت نفس قريب من ودنه، مش عالي، نفس حد واقف وراه بالظبط كده. تاني حاجة، كل ما نتجمع حد فينا يحلف إننا 5، نعد نفسنا بنطلع 4. بس الإحساس، إحساس إن في واحد زيادة، إحساس إن إحنا 5. في مرة واحنا قاعدين سامح قال: هو كريم ليه ساكت؟ بصينا لبعض. الكرسي اللي كان فاضي كان متحرك شوية كأن حد قام منه حالا. قررنا نرجع للطريق الصحراوي. هو غلط، بس كنا عايزين نفهم ايه اللي بيحصل. وصلنا نفس المكان، نفس العطل، نفس الصمت، بس المرة دي الخطوات كانت حوالينا من كل اتجاه. سمعنا صوت كريم، بس صوته كان مكسور كأنه جاي من بعد، بيقول: انا واقف بس مش قادر اخرج. نور الكشاف وقع على الارض. شفنا 4 ظلال، وظل خامس اطول منهم واقف فوقهم. الظل اتحرك ودخل جوه واحد فينا. صرخ وبعدين هدوء. جرينا، بس واحد فينا ما كانش بيجري، كان بيتسحب على الارض زي ما كريم اتسحب. الفجر طلع، رجعنا 3 في المستشفى. الدكتور قال: انتوا جايين ازاي؟ سألناه ليه. قال: العربية اللي كنتوا فيها اتبلغ عنها من 12 سنة. وقتها فهمنا، المكان ده بياخد واحد كل مرة عشان التوازن. النهاردة احنا 3 بس، واحنا قاعدين دلوقتي حاسس ان في حد معانا، وبنعد نفسنا بنبقى 4. فضلنا قاعدين في أوضة المستشفى احنا 3 بس الإحساس كان بيقول 4. التمريض دخل بص علينا وقال باستغراب: هو انتوا مش كنتوا 5؟ قلنا له لأ. ضحك ضحكة غريبة ومشي. بعدها بدقايق النور قطع، وفي الضلمة سمعنا صوت العد: 1، 2، 3، 4. الصوت كان طالع من جوه دماغنا. حسيت بإيد بتمسك كتفي. الساعة تقيلة. سمعت صوت كريم واضح لأول مرة من غير تشويش: الدور خلص بس لازم حد يكمل. صرخت وقعت على الأرض. لما النور رجع واحد مننا ما كانش موجود، ولا سرير ولا أثر. بقينا 2. رحنا هربنا سيبنا البلد كلها واتفرقنا. بس الرعب ملحقناش نسيبه. أنا دلوقتي لوحدي بكتب الكلام ده وأنا سامع النفس قريب، قريب قوي.
المشكلة مش انهم بياخدوا واحد، المشكلة ان اللي بياخدوه مش بيموت، بيفضل واقف مستني اللي بعده. ولو انت حاسس ان القصة دي شدتك زيادة، لو حسيت انك محسوب معايا، يبقى احنا مش اتنين، احنا تلاتة. قبل ما الفيديو يخلص عد نفسك، لو طلعت لوحدك يبقى محظوظ، لكن لو حسيت ان في حد واقف وراك او النفس مش نفسك ما تبصش. القصة دي انتهت بس اللي حصل فيها لسه شغال. ناس كتير سمعوها وقالوا عادي، وبعدين بقوا دايما حاسين ان في واحد زيادة في الأوضة. لو لسه هنا يبقى الدور مجاش عليك لسه. اشترك في قناة الإشارة السوداء، مش عشان الفيديوهات، عشان تفضل فاكر انك عايش ومش مجرد رقم في العد. وافتكر اخطر حاجة مش اللي اختفى ولا اللي اتاخد، اخطر حاجة ان الدور دايما بيجي فجأة. تصبحوا على عد لو عرفتوا تكملوه.